مرحبا سيدي رشيد. لا كده انت يا مرحبا سيدي. تفضل سيدي. من نقول لك انا واحد السيد شاب عندي 34 سنه وتزوج دابا هذيك السيده تزوج. ايوا يا هذيك اللي قلت لك كنت علاش تعرفت عليها تقريبا في شي 15 شهور. يا كانت تعاني مشاكل مع العائله ديالها يحقروا عليها شويه حتى انا نقول لها صبري شويه بشويه. المهم تزوجنا. انا كتنعاود مثلا على مالين الدار كي دايرين، على كي داير السيستيم ديالنا، على الوالد كي داير السميتو ديالو، على الوالده غير انا والوالد والوالده وخويا. المهم ملي تزوجنا وداك الشيء من نهار تزوجنا وهي ديما تتعصب معايا، تبدا باك دار ليا، امك دارت ليا، خوك دار ليا، ما تتحمل حتى شي واحد في العائله. لا الله كنبقى معاها صبري باك دار ليا يعني بحال عندها شي حاجه نفسيه ما عرفت. دابا يلاه ولدت، يلاه واحد السيمانه باش ولدت توينيين وليد بنيه. انا بقى شاد معاه شحال، انا نتجوز كاع نبقى شاد معاه شحال. الله شحال في عمر مرتك؟ عمرها دابا 18 سنه. باقا صغيره. صغيره. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. باقا صغيره. ما تحاولش تعاونها في شي حرفه ولا شي مشروع باش تشغل شويه؟ كنت قلت على شحال هذا. يا عرفتي دابا مع تويمي مع الدراري تيخص فيها المعاونه. شتي عافا خويا رشيد، خصك تصاحبها مع شي عيالات هكا في السن ديالها، يكونوا عندهم ما بين 20 25 حتى 30، ويكونوا فروجيات ضحوكيات. المراه غير مع راجلها وولادها ونسابها في الدار، راه ما كيطفاش ليها الدماغ ديالها من الحوايج اللي خصها دير، ما كيزكاش. فتولي تيبان ليها المعن توسخو، خصو يتغسل المعن، الثلاجه هذا خصها تقاد. دائما كتشوف هي الارض وسخات خصها تسيق. هما هكا مساكن النساء دماغهم كيولي مبلوكي. علاش خص يدار؟ بقى عاد صغيره 18 عام ما تلعب وقيله ما لعباتش. اذا هذه خصها تفسح. انتم في اكادير تما عندكم مرافق دنوزها وعندكم طبيعه ديال الحماق. اذا عفوا خويا يخرج مرتك غير الطبيعه تما، غير الطبيعه مع شي بنيات هكايا صغارات، ومشيو لشي نوزها، يمشيو لشي بارك، والمراه تضحك تفرفش. المراه تضحك مع هذاك المراح. التربيه راه ماشي سجن. ما خصناش نخليو الام تعيش في تربيتها مع ولادها الصغار كانها مسجونه. خصها تجي تربيهم وهي جايبه سط العامر بالماء. دولك لكم خصنا نحسبوا الكاهل فين وصل الحد ديالو، الرابط فين وصل ذاك الامتداد ديالو، واش باقي كيتجبد ولا غيتقطع، والسعه باش يبقى لنا الفهم والاستيعاب، لان هما كياخذوا منها الثلاثه هادو. الا مشيتي حتى الكاهل ديالها اللي هو ذاك القدره ديال اخطي اون شارج، بحال شي كاميو ولا شي سياره، ما يمكنش تركب فيه واحد العدد فوق الطاقه ديالو. غادي يبان لك السياره الحديد غير يلصق مع الارض، ما يبقاش الرويد ولا مورتيسور هازين ديك السياره. هذاك هو الكاهل. ما خصناش نخليو الواحد حتى يتوتش حدانا حتى ينفجر، حيت شكون هو اللي تينفجر؟ راه السيعه بحال شي قرعه كتبدا تخوي يا اما كتفيض اما كتطردك. ما نخليوش حبابنا تيفيضوا او اللي ينفجروا، ما نخليهمش يقطعوا. ما معنى يقطعوا؟ كتجي المراه كتخلي له الدراري وتزيد كيقطع. اذا ما خصنيش نخلي له يتفرش، دخل فوق كتافه ما يفرشوش. هذا هو الكاهل. ما خصوش يقطع العلاقه، تولي ناكره بالهلا يثبتوا لها ماشي مسكينه بغات راه صافي ما بقاتش واعيه العلاقه مع راجلها ومع نفسها، بعدا مع نفسها مع ولادها. ما نقطعوش الرابط. والسعه بقى نقولوا الانسان والصبر صبر ديال الخاطر، راه تيفيض. دابا يا استاذ باقا صغيره وما كاينش صيغه المتعه وتربيه التوأم، راه ما ساهلينش، يعني راه ما سهلاش. اذا خاص شي بلاصه هنا اللي خصها تنفس الخاطر، هذيك الساعه
خاص المراه تحس بان الزواج راه حل، راه ماشي مصيبه. هنا باش غيولي هذا الزواج حل، هو راجلها تيخرجها، تيجيب شي وحده من العائله تشد الوليدات، واخا ما غتبغيش هي، شتي الام باقا صغيره تخاف على الولاد ما تبغيش، شدهم ليها غا ساعه، غير ينعسوا، جيب شي مراه ولا شي حبيبه تشدهم ودي مرتك غير الحمام وخرجها من الحمام ديال الصالون، وتحس براجلها راه واقف بالموتور ديالو ولا بهذيك الطونيبيله اللي عنده ولا على رجلو في القهوه كيساينها، وهي تمشط غير راسها وتخرج من الحمام ماشطه ومقاده ويجيبها للدار. شتي كتجي انت عيان من الخدمه، عيط ليها قول لها هبطي نتقهواو، قهوه راه موضوع محترم، راه ماشي شي بلاصه اللي حرام على حبابنا، يبرك مع مرتو واحد نص ساعه ويخلي الوليدات غير نص ساعه. شتي كل لحظه كل يوم خصو شويه ديالو كل يوم، حتى تيبان لك هذاك بنادم كيتقوت الخاطر ديالو، الخاطر كيبدا يتقوت وكيتقوى، هكا كتشوفو تيطلع وكتشد له في يدو تقول له هلا خدك عليا، ها هو الزوج ولا حل. اما الا بقات متحمله بوحدها ما عندهاش العرف، ما عندهاش الذكاء، ما عندهاش القوه الفهم، ما عندهاش قوه الاستيعاب، ملي غتجيب هي دوك الحلول المركبه المعقده باش تسلك، كتبقى اللي داتو اليوم تعاودو غدا، اللي داتو اليوم تعاودو غدا، حتى كتحصل في واحد الازمه نفسيه تتزير، تدير شي كريز ولا كيطرا شي حاجه. هنا نصيحتي لك عفا خويا رشيد، البنت صغيره ما كاينش تجربه، عائلتها راك انت عارف اللي قلتي عليهم الظروف اللي كبرات، وحنا عارفين الواقع ديالنا في واحد العدد من المدن وواحد العدد من العائلات في المغرب اللي رحمه ربي وصافي، ما يعرفوا لا شفقه ولا رحمه ولا رقه، ولا واحد العدد من العائلات عندهم البنت مخلوقه باش تشقى تتزوج وتزيد، وعندهم الدري يدير ما بغى، المهم يدبر على الفلوس واخا يدير الحرام. واحد العدد العائلات كيهمهم المظهر وعندهم القسوه، كيسحبوا هذيك راها قوه هي قسوه، لا مالك انا نسخني خوك معاك لا، ويضرب اختو ويسبها بحال شي مصيبه باغي يتفكوا منها. هاد البنت هذه مسكينه في هذا المجتمع، هاد البنت هذه اللي الهضر المدرسي ما تتحماش منه، اللي ما عندهاش وسائل تمدرس عن بعد، بغات تقرا في شي طابلات ولا في شي سيت انترنت ما كاين والو، اللي لربما مسكينه في العالم القروي خايفين عليها ما عندهاش امكانيات، كتولي عرضه باش تزوج من ولا، واللي عنده جوجات وثلاثه واربعه، ولا اللي جا من الصيف باغي يعرس هذاك العرس ديال 3 شهور. يعني احنا عارفين الواقع ديالنا. اذا هنا المسؤوليه على كتافك اخويا رشيد، مسؤوليه ثقيله، الله يجازيك بخير، تعامل معها بذكاء، ماشي نقولوا لها عندها مرض نفسي راها معقده مريضه، قبل ما نقولوا راه بنادم مريض نقولوا بنادم واش عايش، حيت هو راه المريض اللي عاش مزيان راه تيقدر يسلك بمرضو. ما نبقاوش نلوحوا هذوك الاحكام على بعضنا البعض، وتجي تقول لها مرتك ناري كنحس بها مريضه ومريض، وانت بلاتي واش عايش، وشنا هي شروط العيش باش يكون عايش، عنده هو في دماغه واحد الشروط. كنعرف شي عائلات اللي كتقول لك انا باغي الصباح شي نهار نصبح ناعسه، كيف يلقاو ولادها مع 6 الصباح كينعسوا تبارك الله صغار بكري ويفيقوا بكري، وهي راه ما نعساتش بكري، راه ما نعسات حتى شي وحده ولا جوج الا خات وجدت شحال من حاجه. اذا شنو دابا هذيك السيده باغا شنو؟ باغا عاش يصبح ناعسه حتى 8 ولا 9، لانه السيمانه كلها كدوز عليها. اذا دابا هذه ما غتلقاش حتى لحظه فين انها غيتشبع خاطرها نعاس. اذا هذه خصها واحد الويكاند، واحد الجمعه ولا واحد، يا اما شي واحد يشد الوليدات، يا اما تمشي عند امها، يا اما تمشي عند خالتها، يا اما تبقى في الدار يهز ولادو وامو يسافر ويخليها تستراح تشبعها نعاس. شحال واحد الدواء ديالوها في النعاس. كاين اللي باغي يشرب كاس داتاي ما يدوي مع حد، ما يصوني عنده تليفون ما يشوف حتى واحد، باغي يبرك يدير كاس داتاي وما يسمعش حس وامي بغيت ما تسمعهاش. اذا هاد المراه هذه واحد العشيه مثلا في السيمانه يهز وليدات ويخرجهم يلعبهم ولا يساريهم ولا يديرهم في هذيك الكراريسه يديهم يتشمشوا، يعطي لمرتو هذيك الساعتين ولا 3 سوايع تبرك ودير واحد الكليب ديال الاغاني تحير معاه، ولا دير شي سكيتش تضحك بوحدها ودير برداتي كيف تنقولوا حنا تصنت المخها. شي هاد الاستراحه هذه راه من شروط العيش.
كيسحاب الانسان شروط العيش هو تجيب له ياكل ويشرب وينفق وينوض يدير تماره. راه من شروط العيش هو الانسان خصو يستراح، ويستراح بالشكل اللي هو محتاج له، ماشي بالشكل اللي انت كيبان لك هو خصو يرتاح. هو عارف راحته. انا من ضمن الاشياء اللي كنحتاجها باش نرتاح، ما كنبغيش نشوف بعض النوبات الناس من عائلتي، ما كنبغيش نشوف. راه كنحبهم عز عليا، ولكن شتي لابان قدام عيني غنتعب، خصني نوقف وندير مجهود ونتكلم. فكنفهم لهم والحمد لله فهموا، كيعرفوا ملي كنوصل واحد الحد كيخصني الخلوه، كنمشي لواحد الموضع الطبيعه ولا البحر ولا الجبل ولا فشي بلاصه فشي جامع صغير فشي قنت لهيه، وتنشد راسي وتنقابل على الحجر. كنبغي نتقابل مع الحجر، نتقابل مع الشط، نتقابل مع الشجر، نتقابل مع مخلوقات ديال سيدي ربي، شويه الغنم ولا شي طويرات ولا شي حاجه. الدماغ ديالي تتبدل له الماده. دابا تخيل شي واحد يجي يفرض عليا واحد الرحم من غير هذه اللي انا عارف خاصني، يعذبني، يقول لي شتي راحتك هي غنديك لواحد الكلاب عرفتي فيه كذا وفيه، عذبني لان انا ما باغيش الكلاب، ما باغيش نشوف تاع واحد، باغي نشوف الكارم. تخيل، حيت راه الانسان راه عارف شنو خاصو. لهذا خويا رشيد قرب لقلب مرتك وبين لها بان وليداتكم هديه من عند الله، وبان زواجكم هديه، وقول لها قولي لي انت يا الحبيبه ديالي اشنو خاصك اللي على قدر المستطاع. ما غطالبوش، راه بنت مغربيه ما غتقولش له خاصني نمشي نحضر لشي وائل كفوري في شي صحراء ولا مسكينه تشوفوا في يوتيوب وصافي. ولكن راه درويشه غتقول له خاصني واحد الساعه ونبرك بوحدي حدا البحر ولا نمشي للطبيعه ولا شتي السوق تعطي المراه واحد 50 درهم ولا 100 درهم، دخل السوق عرفتي هذيك الدوره في السوق، الدور بحال هكا، وبشحال هاد بطيشه وبشحال هاد بصله وبشحال هاد السواك وبشحال هاد التمر وتلاج مع هذا شي دوز.